العاشرة تماما بتوقيت أسمرة. إلى حضراتكم نشرة الأخبار مستهلة إياها بالعناوين. صيانة وشق طريق على خط إجيلا دمحينا فورو. أوضاع جيدة لمزارع القاش بركة. مكافحة العمى في إقليم شمال البحر الأحمر. هدنة أرمينيا وأذربيجان حيث التنفيذ وسط تبادل الاتهامات بمواصلة عمليات القصف. كوريا الشمالية تكشف صاروخين أو صاروخا جديدا عابر للقارات. وتحرك عسكري ياباني في بحر الصين وترقب لرد بكين. مرحبا بكم إلى تفاصيل النشرة. تجري أعمال شق وصيانة وتوسعة مدعومة بالآليات الثقيلة على طريق إجيلا دمحينا فورو. وأوضح منسق العمل في مشروع ديهالو رقم 4 سيد فتوير زني أن 95% من العمل الأصعب في المنحدرات والجبال قد اكتمل في الطريق الترابي، ووصل العمل إلى سهول ويعة. وذكر توسعة الطريق بعرض 14 مترا في المنحدرات الجبلية و16 مترا في السهول وبناء مجاري السيول له. وقد تبقى لإكمال العمل بناء الجسور وجدار الدعم. وقال إن الهدف الأساسي من عملية بناء الطريق إيجاد حل جذري لمشكلة المواصلات من المنحدرات الشرقية في مديرية الدقيح وحتى مديرية فورو، معربا عن ثقته لإنجاز العمل في أقصر وقت لتوظيف الآليات الثقيلة والكادر البشري المؤهل. وأوضح مدير مديرية فورو السيد عثمان عرفة أن سكان المديرية لم يكن لهم خيار السفر إلى الدقيح سوى الذهاب عبر مصوع وأسمرة، ويخلق ذلك الضغوط الاجتماعية والاقتصادية والإدارية، وقد تم جزئيا حل المشكلة حاليا. وأكد السكان على أهمية طريق إجيلا دمحينا فورو على حياتهم وتطور المنطقة. في غضون ذلك تجري أعمال صيانة تشمل الطريق في مهميمة ودقي قرورة وحشكب وشاكات وعلة عدا ومرسى تخلاي ودبعات والمجاري التحويلية وحفر الآبار في مديرية قرورة. وجرت صيانة الطرق من مهميمة إلى زيرو، ومن الراق إلى قبروات، ومن أدوبحة إلى فلكت، وكذلك من عنبربب إلى حشكب، وبناء مجرى تحويلي من دقي قرورة. أعلنت شركة الغلال والمواشي الأوضاع الجيدة للمزارع المطرية والمروية في مشاريع المنطقة الجنوبية الغربية من إقليم القاش بركة. وأوضحت تنمية مساحة 7000 هكتار بالذرة و400 هكتار بالسمسم بالزراعة المطرية في مشاريع كتاي وقرست وعلي قدر وفانكو راوي وفانكو طمو وعد عمر وتسني. وأفاد منسق المشاريع السيد حيل أبهبتي أن الزراعة المطرية جزءا من العمل الجاري لتنمية الخضر والفاكهة بالزراعة المروية، مشيرا إلى أن دعم الجرارات المقدم بأسعار مناسبة ساهمت كثيرا لتنفيذ الزراعة في أوانها في مديرية قلوج. وذكر العمل لنقل المعرفة الزراعية للمواطنين في مشاريع المنطقة الجنوب الغربية الزراعية بهدف تمكين المشاركة الشعبية. أفاد الكادر الصحي في مصوع بأن جهود مكافحة العمى وخدمات طب العيون تحقق نتائج مرضية لتطوير خدمات طب العيون بالمهنيين الصحيين والمعدات الطبية في إقليم شمال البحر الأحمر. وأوضح أخصائي طب العيون في مستشفى مصوع الدكتور سامي الكبد أن الحملات الطبية للعيون تجري في مستشفيات مصوع وأفعبت ونقفة، وضعا في الاعتبار بعد المناطق أو مشكلة الموصلات، حيث تم تقديم الخدمات الطبية لأكثر من 31 ألف شخص أجريت العمليات الجراحية الناجحة ل3200 منهم. وقال إن سكان مديريات قلعلو وفورو وشعب وقندع ومصوح يحصلون على الخدمات في مستشفى مصوع، بينما يحصل سكان مديريات أفعبت ونقفة وقرورة وأدوبحة بالحملات الطبية، موضحا بأن أغلب أمراض العيون تأتي بنقص النظافة.
ويمكن علاجها بالرعاية الطبية العاجلة. وذكر بأن مرض التراكوما الذي ظهر في مديرية نقفة انخفض من 11% إلى 0.1% نتيجة الإجراءات السريعة التي اتخذت. ودعا الدكتور ساميئيل المواطنين الكف عن استخدام الأدوية الشعبية لأمراض العيون وقيام مرضى السكري وضغط الدم بالمراجعة الطبية لضمان صحة أعينهم وحمايتها من شعاع الشمس والغبار. وعلما بأن الاستعدادات قد اكتملت لفتح قسم طب العيون في مستشفى أفعبت وصناعة النظارات في مستشفى مصوع. سيداتي سادتي، هذه كانت أخبارنا المحلية. فاصل قصير من ثم نعود لمتابعة الأخبار على الصعيد العالمي. ابقوا معنا. أهلا بكم مجددا. دخل وقف إطلاق النار بين أرمينيا وأذربيجان في إقليم ناغورني كارباخ حيز التنفيذ بعد أسبوعين من المعارك الكثيفة بين البلدين في ظل تبادل الاتهامات بخرق وقف إطلاق النار في إقليم المتنازع عليه. وقبيل وقف إطلاق النار تبادلت أرمينيا وأذربيجان الاتهامات بمواصلة عملية القصف والمعارك وإطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة. وفجأة عاد الهدوء إلى ستيبانا كارت عاصمة إقليم ناغورني كارباخ حيث دوت صفارات الإنذار قبيل دخول الاتفاق حيز التنفيذ. واستهدفت عملية قصف ستيبانا كارت مرات عدة في الأيام الأخيرة. وسمع دوي انفجارين بعد موافقة أرمينيا وأذربيجان على وقفان لإطلاق النار. وأعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية أن أرمينيا تقصف بكثافة مناطق مأهولة بالسكان. كشفت كوريا الشمالية عن صاروخ باليستي عابر للقارات. قال محللون أنه غير مسبوق ولم يظهر من قبل، وذلك خلال عرض عسكري في بيونغ يانغ. وبدأ التلفزيون الكوري الشمالي السبت بث مشاهد من عرض عسكري ضخم بعد بضع ساعات من تنظيمه بمناسبة الذكرى 75 لتأسيس حزب العمال. وخلال العرض العسكري أعلن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون أن بلاده التي تملك السلاح النووي ستواصل تعزيز جيشها. وأظهر مقطع مصور معدل عرضه التلفزيون الرسمي صاروخا باليستيا عابرا للقارات على مركبة نقل له ما لا يقل عن 22 عجلة. وهذه أول مرة تعرض خلالها كوريا الشمالية صواريخ باليستية عابرة للقارات خلال عرض عسكري منذ عام 2018. أعلنت وزارة الدفاع اليابانية أن قوة الدفاع الذاتية البحرية أجرت تدريبات للتصدي للغواصات في بحر الصين الجنوبي في 9 أكتوبر، ونشرت 3 سفن شملت حاملة طائرات هليكوبتر وقواصة. وقالت الوزارة في بيان إن الهدف من التدريبات تعزيز القدرات التكتيكية دون إعطاء تفاصيل أخرى بشأن الموقع الجغرافي للتدريبات. وذكرت صحيفة جلوبال تايمز الصينية المدعومة من الدولة في إشارة إلى أحدث تدريبات يابانية أن تكرار الأنشطة العسكرية في بحر الصين الجنوبي لا يؤدي إلى أمن واستقرار المنطقة، وتعارضه الصين بشدة. وتطالب الصين بالسيادة تقريبا على كل المياه الغنية بالطاقة في بحر الصين الجنوبي، وأقامت مواقع عسكرية على جزر اصطناعية في المنطقة، وتطالب بروناي وماليزيا والفلبين وتايوان وفيتنام أيضا بالسيادة على أجزاء من البحر. والخبر الأخير في هذه النشرة: أن يحمل المرأة زوجته ويجتاح بها عددا من العقبات تضم حواجز ترابية ومخاطر مائية، فذلك يعني أنه سيتناول مشروبا مجانيا ويكسب نقودا. ذلك تحديدا ما حدث في بطولة أمريكية
الشمالية، حيث حصد الزوجان الفائزان وزن الزوجة من المشروب والبالغ 51 كيلوغراما و5 أضعاف وزنها من النقود، أي 570 دولارا أمريكيا. وأثبت الزوجان من ولاية ديلاوير الأمريكية أنهما قادران على اجتياز الصعاب مثل المحترفين، حيث فاز بالمركز الأول في بطولة أمريكا الشمالية لحمل الزوجات للسنة الثانية على التوالي. وفاز جيروم وأوليفيا روم بالمسابقة بعد إكمالهما المسار المطلوب في 53 ثانية على مسار حواجز فيه حفرة مليئة بالمياه والعديد من جذوع الأشجار ومنحدرات متعددة، متقلبا بذلك على 15 من الأزواج الآخرين. وبهذا الفوز سيكون الزوجان مؤهلين للمنافسة في بطولة العالم لحمل الزوجة في فنلندا في عام 2021. وبهذا قد نكون وصلنا وإياكم إلى ختام النشرة الإخبارية لهذا المساء. أترككم مع باقي برامج الفضائية الإريترية. إلى اللقاء.